خضر، بس تعطيني اسمك الكامل. خضر سليم بصون. اوكي، وهون يسموه؟ هون يسموني ديفيد. ديفيد. ديت اوف بيرث؟ 2nd of September 1949. 49. بليس اوف بيرث؟ بغداد. بغداد. جدة ميل. الاديوكيشن ديتيل؟ الاديوكيشن الابتدائية والمتوسطة سويتوها بفرنقعيني، والاعدادية بمدرسة شماش اللي كانت فتسوى فرنقعيني وشماش بنفس البناية. وعقبة سويتو بكالوريوس هندسة كيميائية جامعة بغداد كلية الهندسة. بعد ال70 سافرت لإنجلترا، سويتو الماستر ودكتوراه بالهندسة الكيميائية بجامعة مانشستر. وبعد سنين عدة هم سويتو MBA اللي هي ماستر اوف بزنس ادمنستريشن Middlesex. more of a hobby rather than اوكي. هاي تاريخ طلعت من بغداد؟ من بغداد طلعتوا 9 جانوري 72. وهسه اسرائيل سنة 95 تقريبا نهاية سبتمبر جيتوا لإسرائيل، ومن ذاك الوقت أنا بإسرائيل بالحقيقة، وهسه أنا يعني مستقر بإسرائيل. سوري التاريخ الذي وصلت بإسرائيل، أنت جيت لون إسرائيل قبل لو رأس إنجلترا؟ لا أنا ما جاي، يعني من طريق العراق أنا طلعت رأسا إنجلترا. أوكي. languages عندك؟ اللانجويج طبعا العربي والإنجليزي is fluent. are fluent languages. The French is really, it's now almost 40 years that I have not really practiced it, but you know, I read, I understand, less in speaking, and قد احكي بالعربي لو هسه ما يهم، هسه بس بالانجليزي. والعبراني ماشي، ما يعني not just day to day but not really in a good standard، لأنه أكثر شغلي بالإنجليزي. وحنسجل ونقول اليوم 3 بشهر 13 ماي 2008، وحنسجل هون بتل أبيب إسرائيل وبالفلات مال ديفيد بصون. أوكي ديفيد، أنا هسه خلي نحكي على الموضوع الذي شلون تطورت اللهجة مالك العراقية. ليش؟ لأنه قريت تحكي لي على أهلك، الباك جراوند مالك. أنا ما أعرف إيش يقول باك جراوند بالعربي. الباك جراوند مالك حياتك بالعراق، خصوصا الانفايرمنت، يعني المجتمع هناك، لأنه أبوك كان صحفي وأمك من العربية الفصحى كلش مليح، وتعشتم ويا أسلام كثير. وبعدين درست بالعراق ودرست بإنجلترا هميني، واشتغلت بإنجلترا هميني. ما اشتغلت بالعراق، فعندك الشغل. وبعدين اشتغلتوا بالعراق؟ اشتغلت بالعراق عظيمي. عندك يعني المصطلحات من الشغل بالعراق هم عندك أقل لأنه مو شغل. أفهمك إيش سويته أنا. أوكي. أول خليني أعطيك عن الباك جراوند مالي. حسب ما أتذكر يعني أنا كولد صغير كان عندنا جيراننا أصدقاء أسلام اللي يهمني بالحقيقة كانوا من بابا عقب ما تزوج ب40 يوم اعتقلونه على سنة 48 على حكيت مال معاهدة بورتسموث. بابا كتب مقال ضد الحكومة صالح الجبر، واخذونه بحملة الاعتقالات مال اليساريين والشيوعيين، وحكمونه بالابعاد البدرة اللي هي على الحدود الإيرانية تقريبا. حسب ما يعني ما يحكوا لي أهلي أنه أنا وليد البدرة كأنه يعني ببغداد طبعا ولدته، بس من بابا كان معتقل ببدرة، كانت ماما تسافر من بغداد البدرة، وكان لازم دائما يسجل يعني معه اسبوعيا او يوميا، يعني غادي يسجل اسمه بمركز الشرطة كأنه هو موجود ببدرة.
بس كل شيء كان مفتوح، يعني ما كانوا قاعدين ببيت ويا جماعة، و اتصورك يهود واسلام كانوا قاعدين كلهم بفد بيت حسب ما هم يحكون، يعني ما تعرف احسن بيك ذاكي. وبالمناسبة عندي مقابلة ويا مريم الملا، ف يعني it's good to واحدة مني يعاين المقابلة. فحسب ما اتذكر يحكوا لي انه يعني مدير الشرطة كان واحد اسمه مدحت العاني، وصار صداقة وياهم، ومن نزلوا هم من اصلا من هالعانة هذولي، من نزلوا لبغداد صاروا بقوا اصدقاء ويانا وكانوا جيراننا. فانا كنت دائما ادخل واطلع عندهم، فاتصور انه واحد الاشياء اللي له جمالي كنت احكي بالبيت مسلم اكثر، واهلي هم كانوا يحكون مسلم وياي، يعني مسلم اللهجه العراقيه قصدي الدارجه مال بغداد اللي يحكوها الاسلام ما يحكوها اليهود. بس ما بين كلامك هاي القسمية الدارجة كانت ايضا يحكون بها، كانوا يلتقون كلهم يهود مسيحيين اسلام يحكون باللهجة هاي الدارجة، خاصة بالفترة اللي كنا احنا بها. حسب ما لقيت واعرف انه اليهود كانوا اكثر يحكون باليهودي من كانوا كثير الناس، يعني بس من صاروا اقلية يحكون، ولو مثلا ما يقولون الحكي المسلم مالهم مكسر اكثر من اذا هم ما متعلمين المسلم بالبيت. فاتصور انه واحد الاسباب انه هذول كانوا جيراننا، اهلي كلهم يعني العشيرة الاصلية كلهم طلعوا بال51 بالهجرة اللي جدتي لاسرائيل، بقوا بس يعني امي وابوي وخالي من صفحة امي من ناحية القرابة، وكان عندي ابن خال همين اخر اللي بقى ببغداد. بس كل العائلة اللي من عمامي جدتي اولاد عمي اولاد يعني من صفحة بابا من صفحة ماما كلهم طلعوا. هذول اللي كانوا جيراننا الاسلام كنت اسميها ماما الكبيرة، كانه البيبي مالي او كانه الجدة مالي. وبابا وماما همين، بابا باعتباره كان بيشتغل بالصحافة، وماما يعني ما فد شيء من ناحية انه كانت تكتب او ما تكتب. ما كنت انا يعني ما كانت بهيك تحكي، ماما كانت ربة بيت يعني، وبابا كان هو الصحافي اللي كان يعني يشتغل وكان يرجع كلش متأخر بالليل. فانا اكثر وقتي تربيته تقريبا يعني بين بيت ماما وبين هذول الاسلام. وبابا كان طول الوقت كانه يعني ما يريد انه احنا نعرف كانه يهود بالشارع او بالهاي، فتعودنا نحكي اسلام اكثر. من كبرته يعني ايش كنت كبرته، ما خلينا نقول من صرته بالثمانية عمري 8 سنين 9 سنين 10 سنين شوي اكبر. انا طبعا كنت بالمدرسه الابتدائيه من التمهيدي فرنقعيني حسب ما اعرف، حسب ما يقولوا لي، وانا ما اتذكر ابدا انه كنت مدرسه عادل بالروضه مثلا شهر كم شهرين وطلعوني من عنده، ما اعرف الاسباب اللي طلعوني من عنده، وبقيت سنه بالبيت ودخلت راسا للتمهيدي بمدرسه فرنقعيني. عاد كلهم الدير مدايري يحكون باللهجه اليهوديه بالهذا. حسب ما فهمته اصلا، حسب ما عرفته من عقبه بكم سنين كانوا يتصورونا انه احنا اسلام، يعني عقب ما اخواتي همين نشأوا بدوا بالمدرسه عبالي ما نحن اسلام او متزوجين احد، مثلا ابوي او امي مثلا نص متزوج مسلم او فشي من القبيل. طبعا تعلمناها اللهجه اليهوديه عن طريق المدرسه، يعني عن طريق الاحتكاكي بالاولاد. قليل ما بين كلامك بالبيت كنتم تشطخون تسوون رشان؟ لا يعني هم من كل شيء ما كان اكو بالبيت، الى ان انهم كبرت وانا مثلا وصار الالتقاء اكثر ويا مثلا المحيط مالي بالنسبه للمدرسه وبالنسبه للملعب اللي كنت اروح بينه. فمثلا اتذكر انه اما بسن ال 11 او 12 رحت له الصلاه ويا الاولاد، يعني من ضمنهم اخوك يعني ساس. بساس التقيت وياه بصف الاول ابتدائي، يعني كان عمري 12 سنه مثلا.
وصرنا اصدقاء. قبلها ما تعرف شيء على الشتاخة، على الكبور، على هذا؟ اعرف بالحقيقه ما اقدر اقول لك انه كلش اتذكر يعني، بس التاريخ اليهودي مثلا والهاي كلها كنتوا شلون يقولون a very avid reader يعني مال القصص مال مثلا مال ملك داوود وسليمان وما شلون يعني بالهذا بالعربي اللي كان اكو كتب مترجمه. هم اتذكر انه كان عندنا واحد ما قد اتذكر قرابه او فشين اللي هو كان كلش مدين، ف رحت اتعلم عنده عبراني اقا قد ذكرها يعني هيك مثل ما تقول very kind of hazy memory على مود البار ميتزفا مالي. اوكي اذا تصفن على البار ميتزفا معناها سنه كان يصير عمري 13 اتصور بحكايه فبراير مال يعني مو بس قصدي سبتمبر مثلا مال 63 او ال 62 معناها مو هيك اي 62 ما اعرف شلون يعني انه اوكي راح نسوي هذا راح نسوي بار ميتزا ما بيش صارت ال 63 الانقلاب مال شباط وبابا طلع من الشغل وهذا وما اعرف شلون بالتالي بالاخير ما سوينا حتى بار ميتزا. وهذا الشخص اللي كنت اروح عنده كان كلش يفتهم بالديانه وكان يفتهم بالطوابع وهذا، فكنت اروح دائما عنده. بالتالي ما اعرف اتصور سافر باليهود اللي سافروا سنه الاثنين قسم كثير من اليهود سافروا ب 62 63 من بغداد، فهو احد الجماعات السافر وانقطعت يعني مثل ما يقول العلاقه. طبعا العبراني تعلمتونه بالمدرسه يعني همين كان عندنا ست نجيبه واللي تعلمنا عبراني، والتالي استاذ يعقوب اللي تعلمنا يعني تورا نقرا بالكتابات ونترجم من العبراني للعربي مثلا شماع اسرائيل وهاي. فيعني يعني لا بالكوريكولم يعني المنهج اللي هو مال المدرسه كنا نترجم بالعبراني من العبراني للعربي بنكتبه بالراشي بالخط اللي كانوا يكتبونه اليهود العراقيين، العربي يعني العبراني بالعربي مثلا الترجمه مثلا تترجم من العبراني للعربي تكتبه العربي بحروف عبريه. اوكي يعني عن مثل ما تقول عن الديانه اليهوديه وعن كل الاعياد وكان الهاي كلها اعرفها وكلها يعني بس هل انه احنا كنا ممارسين مثلا اي طقوس بالبيت ما اتذكر. اهلي كانوا طبعا قصدي خالي كان اكثر من صفحته كانوا مدينين مثلا ليش اتذكر مثلا تصير جدته لبن خالي يعني مثلا من صفحه امه مثلا كانت تاكل بس كشير، فكانت تجي عندنا للبيت بس تاكل بيض مثلا لانه البيت مالنا من هالناحيه ما كان كشير بالنسبه لها كافي. بس مثلا كل بيسخ كنا نسوينه شتاخه عند يوم عندنا كنا نسوينه ويوم عند خالي يعني فشتاخه يعني مثل ما تقول مال بيسخ هاي من وعيته عد يعني من مثلا نقول من سنه من عمري 7 سنين 8 سنين يعني من ما قد اتذكر بالضبط امتى، بس الوعي علينا هو انه احنا شتاخه نسويها كل سنه دائما بيتنا وبيت يعني يوم كان يومين يسوون، كان يوم كنا نروح عند بيت خالي اول يوم وثاني يوم هم كانوا يجون عندنا. كنت عندك وعي انه انت يهودي؟ اي لا طبعا كلش كان وعي عندي يهودي اصدقائك اسلام لا ما عندي اصدقاء كل اسلام، كل اصدقاء ما كانوا اسلام بس هذولي ما كانوا يعني هذولي كانوا اكبر من عندي، الاولاد كانوا اكبر كثير من عندي، فبالنسبه لي عمو اسمينه يعني مو اولاد اللي هم بسني. اذا كان عندي احد اثنين اسلام من الحاره مثل ما يقولون من الشارع العب وياهم دعبل او العب وياهم شين، بس محيطي كله يهودي يعني ما كنت مختلط باي اسلام
واهلي كانوا هم مختلطين، يعني ما من النوع اللي اختلط، لانه بابا كان كل الوقت، وماما ما من النوع اللي كانت تطلع وتدخل او تخلي اولادها ويا بيبي سيتر او فشي من النبيل. فما عندنا كل شيء يعني، ما عدا بيت خالي، وهذولي من كنتوا اوعي عليهم مثلا من كانوا قيمين علينا. انا احكي يعني بالبتاوين لحد سنه 59، يعني لحد ال10 سنين من عقبه، حتى من طلعنا من صوبم كنا بالبتاوين ورحنا للعلويه، والعلاقه يعني مثل ما تقول انقطعت كعلاقه يعني اللي من جيران الجيران. يعني انا اتذكر مثل ما يقولون again with a hazy memory مثلا their house and وين كنتوا البيت مالهم وين كنتوا، هاي اللي معناها انا كنت بحد حدود بين يمكن سبع سنين وال خلينا نقول 8 سنين 9 سنين هيك. مثلا اتذكر هذا الولد الكبير مالهم يعني مدير الشرطه كان، اتذكر مثلا الاخ ماله اللي كان من صار دكتور كان هو يدير باله علينا. اتذكر مثلا من اختي انولدت انا نمت عندهم بالسطح وهاي. فعندي صورة مثلا انا واختي نيران واختي كهرمان، بيني وبين كهرمان 6 سنين ونص وبيني وبين نيران 7 سنين ونص. فاخر صورة اللي مثلا احنا كنا ماخذيها وياهم او هم ياخذوا، هو كان مصور هذا المدير الشرطة، كانت نيران عمرها اقل من سنة. فمعناها كل تقريبا العلاقة وقفت، خلينا نقول عمري انا فد 8 سنين 9 سنين، والمحيط باقي كله محيط يهودي يعني. زين اهلك صحفي عند استيطان كثير بس ما يجيبون البيت؟ لا ما كان احد يجي للبيت ابد. حسب ما اتذكر يعني ما اتذكر احد دخل البيتنا من هذا، ولا احنا دخلنا البيوت اللي يعني مال الاصدقاء. كانه يعني مثل ما يقولون بالانجليزي تو سيبريت وورلد، يعني ماكو هذا. فالمحيط اللي كله انا عايش بينه هو محيط يهودي من ناحيه المدرسه، بس ما كنا نتداخل. مثلا ما كنت اروح عنده كثير. كان عندي صديق كلش عزيز علي هو كان نزار جاك يحيى، كنت اروح عنده واجي. تالي اقوى ما كبرت كنت اجي عندكم بالبيت عند انت طبعا كنت مسافر، كنت اجي عند ساس و 2 3 اصدقاء اللي كنت اروح عندهم بالبيت، وكانوا هم يجون عندنا بالبيت. بس خلينا نحكي احنا انا يعني كنت بالمتوسطه اكثر. بالابتدائيه كان عندي هذا النزار اللي كان قاعد بالمسبح، اهلي يعني خالي كان قاعدين بالمسبح، كانوا قاعدين، وكان صديق اللي كنت اروح عندهم بالبيت. بس ما كان عندنا مثل ما يقولون علاقات عائليه اللي هي عائله تزور عائله من باقي اليهود اكثر. يعني اكثر كنا من يعني صدقان اولاد. كان بال 67 وين كنت؟ بال 67 صف الاول جامعه. يعني فاذا اكمل لك على حكايه المدرسه، فالمدرسه والملعب عاد اليهودي يعني اللهجه اليهوديه تعلمتوها اكثر عن طريق التقائي باليهود بالاصدقاء اليهود، ومثل ما يقولون تدريجيا صار كانه ريبليون عندي. يعني ريبليون انه انا اريد احكي يهودي وانا اريد احكي اللهجه لانه احنا يهود يعني، وعلى اي اساس انه انا احكي مسلم. وبدأت حتى اشجع من اخواتي يعني عايش تحكون مسلم انتم ما هذا. بالبيت تحكي ويا مامتك؟ بالبيت بديت همين ابدي احكي يهودي ويا ماما يعني. جاوبك باليهودي؟ لا ما اتذكر، ما اتذكر يعني شلون. بس انا اتذكر يعني كونشنسلي مثل ما يقولون يعني على القصد بديت احكي يهودي as a part of exerting my idea يعني my identity مثل ما يقولون الهوية مالي يعني. وطبعا more and more conscious about إسرائيل وهاي بالأزيد حسب ما هذا.
طبعا اتذكر حكيات مثلا من بابا اعتقلونه همين عقب ما انضرب عبد الكريم قاسم بال 59. بذيك الفتره همين بابا اعتقلونه فتره مثلا صغير، بالتالي دخلوا يعني. وهذا هاي حكايات اتذكرها. بال 63 مثلا من صاغ الانقلاب على عبد الكريم قاسم وقتلونه عبد الكريم قاسم، مثلا بابا كان يشتغل بجريده مال الجواهري، لا العفو الجواهري، وكان يشتغل بالجريده مال عبد الكريم قاسم همين، ما قد ذكر اسم الجريده مال عبد الكريم قاسم، يعني كانه محسوبه على عبد الكريم قاسم. فقلنا ها هي انتهت يعني اكيد هسه بابا ياخذونه. فرحنا كم يوم البيت خالي بالمسبح، وبالتالي رجعنا للبيت عقب كم يوم. قلنا ماكو فايده، ايش كن الفايده هاي؟ بس كنا على اعصابنا. هاي كلها اتذكرها يعني. انا ب 63 معناها كنت عمري تقريبا 13 ونص هيك. ف عاد من هذاك الوقت يعني I was no real different from anybody who was Jewish in يعني يهود، العفو اليهودي يعني يعني الاولاد ببغداد، وطبعا من المدرسه وبالهذا، وكنت ادخل واطلع وهاي كلها. كده على الجامعه خصوصا اوكي. خلصته بال 66 المدرسه، فدخلت للجامعه بغداد كليه الهندسه. بالمناسبه انا كنت من يعني من المتفوقين بالمدرسه، فكانوا اكثر اليهود يروحون المدرسه جامعه الحكمه. ف احنا تقريبا بذيك السنه كنا تقريبا حوالي 10 11 اللي قررنا نروح جامعه بغداد بسنه 66. ساعة عبد الله الله يرحمه جا لي قال لي ليش ما تروح المجلس الحكمه؟ ما هاي كلهم منيك اليهود يروحون، وكانوا ياخذون كلش متفوقين، كانوا ياخذون حتى هاي السكولرشيب مال الجيزويت فاذرز وهذا. قلت له انا ما اريد اسوي يعني منيك، بس اكو هندسه مدنيه والباقي ليترشر، هذا الانجليش ليترشر، وما اعرف كان بزنس مال اكثر من البنات كانوا يروحون البزنس ادمنستريشن، وانا قلت له اسوي هندسه كيميائيه. ف ايش ما حاول ما اقتنعت، وبالتالي رحت انا وكم ولد سوينا هم هندسه كيميائي، يسموه قسم، راحوا هندسه كهربائيه، ميكانيكس، كم واحد فارماسي، ما اعرف ايش من احكي. عاد من دخلنا للهندسه يعني كانت الصف مالنا لا باس بينه، من ناحيه العدد اللي ذيك السنه دخل للكليه تقريبا كان، اذا ما اتذكر بالهندسه تقريبا في 7 و8. طبعا الصفوف كان كل واحد بيه 30 35 واحد، حوالي 12 صف. اوكي. عاد احنا كنا يعني كلش المستوى مالنا عيلي من ناحيه باقي المدارس اللي جتي، ولو الدخول الى كليه الهندسه كان كلش يعني ستريكت، يعني كان اكو معدل معين لازم من الحكيات. بس كان فد المستوى فد فرق، خاصه بالانجليزي بالحكيات كلها هذا. فكانوا الباقي يعني الطلاب الاسلام والقسم المسيحيين يعني يمين كانوا كلنا دائما يتقربون لنا يعني وهذا. فانا اسمي خضر سليم بلصون، يعني حتى ما ينعرف انه مثلا اسمي يهودي او شيء من القبيل. بس قلت انا بفكري انه انا ما اسوي اي صداقه ويا جماعات اللي ما يعرفون انه يهودي. عاد قاعد احكي لك حكايه تضحك مثلا. فاول شيء اللي يمي بدوا يسالون ليش ما رحت انت بعثه للخارج، باعتبار المعدلات كان اكو بعثات للخارج اللي يدزوهم يعني الطلاب المتفوقين كانوا يدزوهم بعثه للحكومه تدزنا بعدها. قلت لهم ما ردت اروح، يعني ما ردت اروح، بس طبعا بالمسلم ما ردت اروح. لا يعني قصدي انا راح احكي لك، طبعا حكينا نحكي ويا مسلم يعني هنيك بالجامعه. عاد تالي ليش ما رحت الطبيه؟ كانوا يروحون مثل ما يقولون المتفوقين كانوا يروحون الطبيه، طبعا اليهود كانوا ممنوعين يروحون الطبيه. ممنوعين. ها؟
وين بعد ممنوعين؟ اعتياديا هاي الطبيه يعني الطب ممنوعين. شلون كان يسقطوهم بالمقابله، يعني ما يقدرون يسقطوهم بالمعدلات، يسووا لهم مقابله ويقولوا لهم ما قبلتم وهاي يعني. وقانون هم اتصور القانون ما كان يقدرون يكتبون بالقانون ما يصير يهودي ينقبل بالجامعه. التدريس من القانون قاصد ما أعرف. عاد وقعد قال لي انت يهودي؟ قلت له ايه. عاد عرفوا كلهم انه احنا يهود يعني، والجماعه ما كنا طبعا كلنا فتوى، مثلا احنا كنا بالصف الاول كان كله مختلط، يعني بالصدفه مثل ما يقولون تفرقنا كنا اليهود بكل، فاكثر اليهود سووا صداقات مليحه ويا الاسلام. وكنا نطلع وندخل وياهم، ندخل نروح الفوتبول، بكل الحكايات كنا مشتركين وياهم، يعني كان لو مشعرنا فد يوم فد فرق كلش يعني كبير يريد يحكي من خلفنا ما كنا نعرف يحكون، بس المهم ما حد حكى ذا بكلمه قبالنا، خاصه معروفون انه كنا يعني كنا يهود. صارت هذا ما 67. عاد بالمناسبه وين كنا بال 67 من صارت الحرب كان اكو بكالوريا ما الصف مثل ما يقولون الصف الاخر اللي عقبه، فاحنا كانوا عندنا كثير اصدقاء من ضمنهم اخوك اللي خلص الخامس عقبي مو وياي، فكنا طالعين رحنا ويانا الاصدقائنا يعني اللي كانوا ويانا بصف اللي بس تاخروا خلفنا بسنه، فكنا طالعين هاي الهول او المدرسه اللي يتركزون بها كم مدارس يسوون، لانه البكالوريا كانوا يجون من كل الامكانات، مثلا 4 5 مدارس 6 مدارس، وفد مكان معين يسوون الامتحان. وسمعنا انه هو يوم الاثنين 5 جون صارت طبعا كان الشهر اللي قبله كان كل الشهر متوتر، لانه عبد الناصر سد هذا شرم الشيخ طلع من اليونايتد نيشن هذا، فكان الجو كلش يعني فظيع بالنسبه لليهود وعلى اسرائيل، وهيك راح يدمروها وهيك راح هذا يعني. حتى ولو كنا نعرف انه يعني يبالغون exaggerate but we did not because حتى المعلومات اللي عندنا عن اسرائيل كانت كلش قليله، ما كنا نعرف انه هيك وهل قد يعني كذب او جاب. فقال لي احكيك الحكايه لانه من صاغه الحرب وقلنا اوكي خلينا نرجع للبيت. من وصلت طبعا هذا بالاذاعه يحكون وما يحكون، اول مره 30 طياره، وصلنا عقب ربع ساعه صارت 100 طياره، وصلنا للبيت صارت 200 طياره مال الاسرائيليين مدموره، وهم اكشولي اندمروا باول 3 ساعات. ف الحكايه كلش كانت يعني متوتره. عاد بالليل بال 67 بنهايه ال 67 يعني بنهايه العفو اليوم اللي صارت البناء هذا، رحنا نمنا. تالي جتي ماما قعدتني بالليل قالت لي هسه اذاعه اسرائيل قالت انه كل يعني الطيارات المصريه اندمرت، الهاي ما عارف ايش هذا، كل شيء ماكو، كل خطريه وهذا. عاد يعني بذاك الوقت صرنا كلش فيري كونشنس انه اكو عندنا دوله مثل ما يقولون اللي قوي وهذا، وبس ما نقدر نحكي ما نقدر نفتح. اقليك هم حكيه كذا بالمناسبه، من كنا نروح كنا نسوي شتاقه بالبيسخ، كنا نقول انه سنه اللخ بيوشلايم كنا نسد الشبابيك على مود ما حد يكون احد يسمعنا. ف خلصت من الحرب وهذا، عاد رجعنا احنا للكليه بسنه يعني سبتمبر باكتوبر يعني مال 67، وانت تصور الوضعيه انه ولو العراق ما كلش انضغب يعني، بس مثلا هذا كان بوقت طاهر يايا قال لك ضحكوا علينا زحف على بطنه من ضربوها الاتش 3 الامن الطيارات الاسرائيليه. عاد ما كنا نعرف شلون يعني نتصرف. اضحكك بنفس الوقت بالصيف مال هذاك هذا كان عندي ولد كل الصديق طيب مسلم شيعي اتصور،
اسمه مصطفى. فاليوم انا وقامشي هيك بالشارع اقول على كان غنية مال فايدة كامل، على الانات ترفرف بلادي العالي، راية بلادي العالية. اتصور غنيتها هاي فايدة كامل بزمن ال 56 من على القناة، وهذا اللحن كان حلو بس والله ما كان جاي ببالي. على هذا مصطفى قال لي اضرب هاي البلد مال العلم مال بلدكم دي يرفرف على القناة. انا صفنت وقلت والله لو هذا الولد مسلم يعني طيب كلش كان بالله كان هسه لحقوا شنقوني بهالحكي، انا قد شمت بيهم وقد اسوي هذا. رجعنا للجامعة عاد كنا يعني وضعية كلش ما قنعوا شلون يعني هذا، بس كل شيء كان انه على ما يرام. بالمناسبة الجماعة اللي كانوا بالحكمة اكلوا اكلة سوداء، بدوا يضربوهم بالجامعة، يوقفوهم بالطريق، يقتلوهم، يعني مو يقتلوهم يعني هاي يبسطوهم، هاي يضربوهم.